الناس ايه تركز كده معايا ايه تصحى واحده. احنا اتكلمنا اخر حاجه عن الجلفانومتر. ايه هو الجلفانومتر يا ملك؟ قلنا هو جهاز بيستخدم لقياس عملنا شده التيارات الضعيفه، قياس شده التيارات الضعيفه والمستمره وتحديد اتجاهها. اهم حاجه في الجلفانو اللي هو خلي بالك بقى، الجلفانو فيه تدريجات كتير. ده تدريج اقصى تيار بيقراه الجلفانو اسمه اي جي، ده اقصى تيار بيتحمله الجلفانومتر. اي جي هو اقصى تيار يتحمله الجلفانو. ده ثابت ما بيتغيرش يعني مهما عدلت ومهما رحت ومهما جيت الاي جي دايما ثابت. بس خلي بالك هو ليه اكتر من تيار، الميزان ليه اكتر من قرايه، ولكن في اخر قرايه ال 5 كيلو مثلا دي اخر قرايه، بس هو بيقرا 2 كيلو، بيقرا 3 كيلو، بيقرا 4 كيلو. فالجلفانو بيقرا اكتر من تدريج، اكتر من حاجه، بس اقصى تدريج ليه ثابت. يعني لو جيت قلت لك هنا كده مثلا ده 2 مايكرو امبير، ده قراءه جلفانو، بس مش اقصى تدريج، مش اقصى تيار. تمام؟ طيب يبقى انا عرفت اول حاجه لو قال لك جلفانومتر مقاومته كذا، يبقى دي ار جي مالها عايده على الجلفانو. طيب هي المقاومه دي ثابته ولا بتتغير؟ والله انا عندي الار جي عباره عن اسلاك النحاس وشويه الحاجات اللي جوه الجهاز، بتتغير ولا ثابته؟ اكيد ثابته. يبقى مقاومه الجلفانو برضه ثابته على طول ما بتتغيرش. مقاومه الجلفانومتر ثابته ما بتتغيرش. طب واقصى تيار يتحمله، اقصى تيار يتحمله، طب ما دي عايده على الاي جي. خلي بالك انا بقول لك ايه؟ اقصى تيار اي جي، بس هو بيقرا اكتر من تيار بس الاي جي هي اخر حاجه او اقصى تدريج بيقراه. طيب فرق جهده، السؤال هو بيقرا اكتر من فرق جهد؟ ممكن، هو على حسب قيمه التيار وفرق جهد اي فا، ولكن اقصى فرق جهده اللي هو اي جي في ار جي ثابت. ما هو التيار اقصى تيار ثابت ومقاومه الجلفانو ثابته، يبقى اكيد اقصى فرق جهد برضه ثابت، بس اقصى فرق جهد. يعني جيت قلت لك هنا مثلا ده 4 فولت، هل ده اقصى فرق جهد؟ لا. هل دي اي جي؟ لا. بس ايه يا هند اللي ثابت هنا؟ مقاومه الجلفانو هتتغير. ما هي المقاومه هنا هي هنا لانها مقاومه اسلاك النحاس، ومقاومه اسلاك النحاس هيحصل لها ايه؟ ثابته. تاني عايزك تفهم اللعبه قبل ما نخش في الدرس اصلا. الجلفانو فيه 3 عناصر مقاومته ثابته على طول. يعني لو قرا 2 مايكرو هي مقاومه لما يقرا 3 مايكرو، هي لما يقرا 4 مايكرو، هي لما يقرا 5 مايكرو، هي نفس القرايه مش هتتغير. اما الاي بتتغير، بس اقصى تيار ما بتتغيرش، اقصى تيار بيتحمله الجهاز. انت اخرك بتشيل 5 نيوتن، اخرك بتشيل 5 كيلو، فما فيش، بس ممكن اشيل 3 بس اخر 5، فهي اخر، هي الاي جي دي اخر حاجه. طب فرق جهد ليه اكتر من فرق جهد، ولكن اقصى فرق جهد اللي هو اي جي في ار جي برضه كنتوا ثابته. ما هي الار جي ثابته والاي جي ثابته، فرق الجهد اقصاها ثابت، ولكن ساعات بيديك فرق الجهد بتاع الحته دي. طب بيديك المعلومه دي ليش؟ انت تروح تجيب منها الار جي اللي هي ثابته عند كل نقطه. ومقاومه الجلفانو هنا هي هنا هي هنا هي هنا هي هنا هي هنا هي هنا، وكل ما التيار بيتغير كل ما فرق الجهد بيتغير. هو في اي في ار والار ثابته تلعب مع الاي. طيب خدنا الحصه اللي فاتت قلنا الجلفانو ده جهاز حساس ما بيعرفش يقرا مارينا غير التيار الصغير بس. تيار صغير، جهاز ضعيف حساس كده، زي تلاقي في بنات بيعيط على طول كده، فحساسين. تمام؟ الرجاله طبعا مفيش دم. تمام؟ هتلاقي فجاه بنت قاعده لوحدها كده بتعيط، البنت حد كلمك انا عايز اعيط، افتكرت حاجه من سنه حصلت مع صاحبتي وعيطت، انا عارف انا الجو بتاعك. تمام؟
انا ساعات الاقي مراتي كده فجاه لوحدها تتخانق معايا، انت قاعد في حالي، انت عملت حاجه من ايام الخطوبه ده طبيعي. المهم، فانا مش عايز الجهاز ده يبقى جهاز حساس بيقرا تيار صغير بس. اعمل له ايه؟ طب هو حساس ليه؟ هو ليه اصلا بيقرا تيار صغير بس؟ الناس اللي مذاكره وقاريه هيقول لك والله الجهاز ده لو جاله تيار عالي قد يتلف الحوامل العقيق، قد يتلف الزنبرك، مش هيستحمل حراره. تيار عالي. طيب ما هو التيار اصلا اخره كذا مايكرو امبير، اعلى حاجه اللي هو الاي جي. طب اخليه يقرا تيار عالي ازاي؟ قال لك طب ما انا خدت في الفصل الاول لو عايز ازود تيار اعمل ايه يا هند في المقاومه؟ بالظبط كده، اقلل المقاومه. قال لك طب جميل، يعني انا هجيب الجلفانو الجميل اهو، الجلفانو اهو اللي هي مقاومته ار جي واقصى تيار بيتحمله اي جي. ماشي، وبعدين ده كده جلفان، يبقى لغايه دلوقتي يقول لك ايه؟ جلفانومتر مقاومته كذا دي ار جي، تياره كذا اي جي، اقصى فرق جهده بي جي. جميل. انا عايز اخليه يقيس تيار اعلى. قال لك هعمل ايه بقى؟ قال لك طب ما انت قلت لي في الفصل الاولاني لو عايز اقيس تيارات اعلى بوصل مقاومه على التوازي، وده فعلا اللي هم عملوه. جابوا مقاومه على التوازي اسمها ار اس. ار اس ايه ار اس دي؟ قال لك الار اس دي هو انا عايز يا روضه المقاومه دي تبقى كبيره ولا صغيره؟ ولا صغيره؟ ها؟ هسألك سؤال، انا عايز تيار كبير ولا صغير؟ انا عايز تيار كبير، وكل ما التيار يكون كبير كل المقاومه اللي تكون اصغر. فانت كل ما تصغر دي كل ما بتجيب تيار اعلى، لان المقاومه على التوازي بيكون المقاومه المكافئه اقل من اقل المقاومه. يعني مين تيار اكبر؟ لما دي تبقى واحد ولا دي تبقى نص؟ لما تبقى نص عشان بصغر المقاومه الكليه فالتيار الكلي بيزيد. الار اس دي يطلق عليها مجزئ التيار. ما هي الار اس؟ هو مجزئ التيار، عباره عن ايه؟ هي مقاومه صغيره جدا على التوازي. مقاومه صغيره قوي على التوازي، وكل ما بتبقى اصغر كل ما بتسحب تيار اعلى. طب يا عم انت قلت لي اصلا ان تدريج الجلفانو ده قيمته ثابته، يعني اخره 2 مللي مثلا، فلو جاله 4 هيقيسها ازاي؟ قال لك ما هو بيوصل ار اس وبيعدله في التدريج. يبقى كيفيه تحويل الجلفانومتر يسمى الى اميتر، قال لك عن طريق توصيل مقاومه صغيره جدا على التوازي والتعديل في تدريج المؤشر. هو بدل ما كان اخره اي جي بقى اخره 5 امبير، بدل ما 2 مللي بقى 5 امبير، فبيعدل له التدريج بتاعه. طب واحده واحده، يعني لو التيار هنا 2 امبير، مين هياخد التيار الكبير ده ولا ده؟ ار اس ولا ار جي؟ ار اس طبيعي عشان هي صغيره. حلو، يبقى انا كل ما التيار ده يكبر ده بيسحب تيار الاعلى، والاي جي اللي داخله الجلفانو زي ما هي. يبقى انا لو عايز اعرف وظيفه مجزئ التيار، واحد تقليل المقاومه الكليه، اكيد بتقللها من التوصيل على التوازي بيقلل. طب يا لا عايز احسب ار توتال، في الحاله دي احسبها ازاي؟ ار توتال مقاومه على توازي. ايوه ضربهم على جمعهم، ار جي في ار اس على ار جي زائد ار اس. عارفينها طبعا، مفيش مشكله في التوازي. طب ما دام قللت المقاومه الكليه يبقى يا دكتوره ريهام كانت تبقى صح؟ بيعمل ايه بالتيار الكلي؟ يزداد التيار الكلي. هو عارفين؟
طب هو انا لما ازود التيار الكلي مش خدنا الحصه اللي فاتت الحساسيه سيتا على اي؟ طب ما الحساسيه عكسي مع التيار. يعني انا كل ما ازود التيار كل ما الحساسيه بتقل. بس دي حساسيه الجلفان، عارف يقول لك حساسيه الجلفان ثابته. لا بقى حساسيه الاميتر بقى. يبقى كل ما ازود تيار تقليل حساسيه الجهاز. طيب كل ما اصغر المقاومه دي ايه اللي بيحصل للتيار الكلي؟ هيزيد. يعني بدل ما بيقرا 2 هيبقى 4، بدل 4 هيبقى 6. يبقى رقم 4 تعمل على زياده مدى الجهاز، بيقرا تيار اكبر، بيزود مداه. بدل ما يعني كل ما يصغر المقاومه كل ما بيسحب تيار اكبر، كل ما بدل ما يقرا 2 امبير يقرا 4، يقرا 4 يقرا 6. ورقم 5 تعمل على زيادة دقة الجهاز. يعني ايه الدقة؟ فاهم كل يوم. تخيل انت عندك ميزان بيقرا 0 1 2 3 4 5، وميزان تاني بيقرا 10 20 يعني 0 10 20 30 40 50. وحطينا البت ايمان على الميزان جابت 3 كيلو. فالمؤشر هنا يا ايمان هتروح فين؟ هيروح على 3. طب هنا يروح فين؟ هيروح في حته مش دقيقه. فدي معناها الدقه. فهو بيتحكم في الدقه، ما انت كل ما بيقرا تيار اكبر كل ما التفاصيل بتبقى اكتر. فهو بيعمل على زياده الدقه. يبقى من الاخر المقاومه ار اس دي كل ما بتصغر التيار بيزيد والمدى بيزيد الدقه والمدى بيزيد والحساسيه بتقل. انت ما عارف المعادله احنا بقى. ليه؟ لان كل ما ار اس تقل التيار بيزيد، وما التيار بيزيد الحساسيه بتقل. طب لما التيار زاد يبقى المدى زاد، وما دام المدى زاد التفاصيل كترت فدقته كمان زاد. يعني دي معناها كلمه الدقه. ده بالنسبه للجزء النظري والجزء سهل الوصول. تعال نخش بقى على القانون. لو انا افترضت التيار الكلي هنا اي، فالتيار هنا اسميه مثلا اي اس. هما مش دول مع بعض توازي؟ يعني فرق جهد ثابت. وما دام فرق جهد ثابت يعني انا ينفع اقول ان الفي جي يساوي في اس، اللي هو فرق جهد الجلفانو مع فرق جهد مجزي التيار. طب ما الفي جي اي جي في ار جي. ماشي. والفي اس اي اس في ار اس. جميل. طب لو انا ينفع اخلي الاي اس لوحدها؟ ينفع عادي، مشكله. الاي اس لوحدها ده فارس تيجي ازاي؟ اي جي اي ار على ار اس. بس كلام فاضي. الاي اس عباره عن اي جي في ار جي على ار اس. ساعات بيجي لك رسم البيان. طيب هو مش انا ينفع اشيل اي اس دي واحط مكانها الاي ناقص اي جي؟ مش التيار الكلي عباره عن اي جي زائد اي اس، والاي عباره عن اي اس زائد اي جي، فينفع اشيل دي واحط مكانها اي ناقص اي جي. جميل. يعني انا ينفع اقول ان الار اس عباره عن اي جي في ار جي على اي اس، واروح شايل الاي اس واحط مكانها الاي ناقص الاي جي. يعني من الاخر القانون اللي انا عايزه ان الار اس بتساوي اي جي في ار جي على اي ناقص اي جي. وهذا هو قانون مجزئ التيار، واصلا من الفصل الاولاني.
الار اس مجزء التيار عباره عن اي جي اقصى تيار يتحمله جلفانو، فار جي مقاومه جلفانو على التيار الكلي اي ناقص اي جي. طيب عايز يا حبيبي اجيب الاي لوحدها، تعرفي تعمليها؟ اي جي ابدل دول مكان بعض الاول. اي جي انت قلت لي الو باين؟ الو؟ اي جي فار جي على ار اس الاول وبعدين اودي ناحيه عكس الاشاره. الاي بتساوي اي جي فار جي على ار اس زائد اي جي. طب ما انا ممكن ايه بقى اخد الاي جي عامل مشترك صح؟ يبقى الاي بتساوي اي جي خدها مشترك فضل لك ار جي على ار اس زائد ما شاء الله عليك حبيبي. وده التيار الكلي. خلي بالك الفرق بين الاي جي والاي. الاي جي ده تيار الجلفانو قبل ما اوصل مع حاجه اللي هو الاي جي. اما الاي هو التيار الكلي بعد ما وصلت مجزء التيار. يعني قلت لك ايه؟ جلفانومتر اقصى تيار كذا ده اي جي. تم توصيل، اول ما قال لك تم توصيل يبقى بقاش الاي جي بقى بيتكلم على التيار الكلي. تاني عشان الحاجات دي تتلخبط في الرموز. اللعبه كلها اصلا هنا انك تطلع معطيات صح. اما الباقي الاسئله بتبقى سهله. تاني اهو جلفانومتر مقاومته كذا ار جي. اقصى تيار اتحمله كذا اي جي. تم توصيله على التوازي. يبقى ده كده كلمه تم دي اتحول من جلفانو الى ايه؟ الى اميتر. تم توصيله على التوازي بمقاومه كذا دي ار اس. فاصبح اقصى تيار كذا يبقى ده التيار الكلي. يبقى هنا اللعبه ما بين الفرق بين اي جي واي. اي جي ده تيار الجلفانو اللي هو ثابت قبل ما اوصل معاه مجزء التيار. اما الاي ده تيار الاميتر كله. فاهمين اللعبه؟ طيب تعالى نخش على قانون تاني ونمسك الافكار واحده واحده. مش احنا خدنا، ركز بقى، مش احنا خدنا حاجه اسمها حساسيه الجلفانو كانت بتساوي حاجه لا سيتا على الاي صح؟ فعندي حاجه اسمها حساسيه الاميتر. اسمها حساسيه الاميتر. واحده واحده واحده. ليها خطوات كتير بس هي عباره عن اي جي على اي. حساسيه الاميتر عباره عن اي جي على اي. واحده واحده. ايه الاي جي دي يا حاجه؟ بتاع الجلفانو نفسه. ايه الاي دي يا ايمان؟ اللي هو التيار الكلي بعد ما وصل. طب مش انا ينفع اقول ان الاي جي بي جي على جي على جي طب ينفع اقول الاي بي على جي؟ طب عايز اعرف بي جي على جي طبعا لسه بقى ها برضه ده على دي فدي ده على دي. طب انا ده عباره عن جي على اس على جي زائد اس. يعني مش هقول لك هو مكان على جي ار اس على جي زائد ار اس واحده ثانيه زي ده. عايز تعرف الحساسيه كده ار جي على واي بتساوي ار اس على ار جي زائد ار اس. ده قانون حساسيه الاميتر. طيب يا مستر اشتغل بمين؟ لو عايز ار اس اشتغل بده ولا بده؟ الاثنين صح. عادي الاسهل. عايز تجيب الاي اشتغل بده ولا بده؟ الاثنين واحد، ما عنديش مشكله، الاثنين نفس الكلام. طيب تعالى بقى نمسك فكره. هنجمع القوانين هنا بعد كده نبدا نحل ونشوف او نكتب الافكار. بص يا سيدي. احنا قلنا ايه؟ اول حاجه القانون الاولاني ار اس قلنا عباره عن اي جي وار جي على اي ناقص اي جي. الداله دي اي عباره عن اي جي وار جي على ار اس زائد اي جي. حساسيه الاميتر اهو، حساسيه الاميتر اي جي على اي يساوي ار اس على ار جي زائد ار اس. رقم 4 المقاومه الكليه ار توتال عباره عن ار جي وار اس على ار جي زائد ار. دي ايه قوانين؟ او افكار الاميتر. كده
بالراحه ايه معايا واحده. افهم ده. هو الجلفانومتر ده او الجلفانومتر رقم واحد. جلفانومتر هو لو قلت لك ملي اميتر ده برضه جلفانو. مايكرو اميتر برضه جلفانو. جلفانومتر ملي اميتر كلهم نفس المعنى، مش تجيب سؤال صغير. وبرضه لو قلت لك اميتر في بدايه الكلام، يعني جلفانومتر ملي اميتر مايكرو اميتر، حتى لو قلت لك اميتر يبقى انا بتكلم عن جلفانو ما دام بدات بالكلام. ما هو الجلفانو ما هو ايه؟ الاميتر بس سؤال صغير. ماشي. مقاومته يبقى انا بتكلم على ار جي. اقصى تيار يتحمله يبقى انا بتكلم عن الاي جي. اول ما يقول لك كلمه تم يبقى كده اي حاجه بعد كده بتخص الاميتر نفسها. تم توصيله على التوازي بمقاومه يبقى هنا بنتكلم على ار اس. وكان اقصى تيار يبقى هنا بنتكلم على الباور. فيا اما يكون مديك الار اس وعايز الاي، يا اما يكون مديك الاي وعايز الار اس. تعود بالقانون على طول. طلعت المعادله صح بس خلاص. خلي بالك من التحويلات. يعني يا اما يديك ار اس وتروح تجيبها تجيب الاي، يا اما يديك اي وعايز ار اس. دي اول فكره. تاني فكره رقم 2 قلت لك برضه نفس الكلام، جلفانومتر او ملي اميتر او مايكرو اميتر او اميتر. اقصى تيار يبقى انا اديتك اي جي يبقى لسه ما وصلش. وعندما كان التيار كذا رقم يعني كان فرق الجهد كذا. اداك المعلومه الباشا دي ليه؟ انت تقول من الار جي لا ثابت. يبقى هو في الحاله دي ما اداكش الار جي. ما هو انت لازم عشان تحل اي سؤال اميتر يكون معاك اي جي ومعاك ار جي وانت مغمض عينك. عشان احل اي سؤال اميتر معايا اي جي معايا ار جي خلاص كده السؤال اتحل سؤال. فهو اداك اقصى تيار بس ما اداكش الار جي. ما هو مديك فرق جهد واداك التيار بتاعك. يبقى ساعتها هتقسم فرق الجهد على التيار وتجيب منها ار جي يبقى تشبه السؤال اللي فوق. هي دي الفكره الوحيده للسؤال. يبقى هنا كده فين؟ ان هو ما اداكش الار جي بس اداك فرق الجهد والتيار هتروح تجيب منهم ار جي تجيب منها اي الرسم البياني. لو انا جيت قلت لك عايز ارسم علاقه ما بين الاي اس وواحد على ار اس، هبص الاول هو فين القانون؟ والله الاي اس ما كتبناش اهي اللي هي اي ناقص اي جي عباره عن اي اس عباره عن اي جي في ار جي على ار اس. فالعلاقه بين الاي والار علاقه عكسي فهو قلبها بقى علاقه طردي. طب انا عايز الميل. هو فين محور السنان؟ اهو محور السنان. يبقى الميل اي جي في ار جي. يبقى كده الميل اي جي في ار جي. فاهمين؟ كام رضا؟ كام سما؟ طب لو كده عايز ارسم علاقه يا سما ما بين الاي وواحد على ار اس. اول حاجه هو فين القانون؟ والله القانون اللي هو رقم 2. انا عارف ان الاي بتساوي اي جي في ار جي على ار اس زائد اي جي. اولا العلاقه طردي بس في المره دي جزء مقطوع جزء ثابت. فالعلاقه هتبدا من جزء ثابت اهو. يبقى ده كده هو الاي جي. طب ايه هو الميل؟ فين المضروب في محور السينات؟ اهو محور السينات اهو. يبقى الميل اي جي في ار جي. معايا؟
لو فتحت اي كتاب هتلاقي شكل ده بالرسمه دي كلها. رحت انا مديت لك دي كده وقلت لك ايه دي؟ اكس. حد يقدر يقول لي اكس دي ترمز الى ايه؟ ها اكس يعني اللي فوق دي ترمز الى اي جي والميل اي جي في ار جي. طب اكس ترمز الى ايه؟ ها فكروا كده. هو طبعا هو هتبقى ناس حاجه كده. راجع بقى طب هعلمكم حاجه وثبتوها على طول السنه. لو عايز حاجه على محور السينات لازم تبقى وحده قياسها زي محور السينات. دي خلاص على طول. طبعا الناس بتوع علم الرياضه يقول لك يا عم عادي ده اول لسه ضرب صفر واكمل رياضه، بس انا بسهل لك الدنيا اهو. تاني هي مش اي وحده قياسها امبير، يبقى الجزء المقطوع لازم يكون بالامبير عشان كده حصل اي جي. طب هنا مش دي 1 على ار اس يعني 1 على اوم. ايه 1 على اوم تاني في القانون؟ 1 على ار جي. يبقى وانا مغمض عيني الاكس 1 على ار جي. ثابت بقى المعلومه دي على طول طول السنه. ما دام عايز حاجه على محور السينات يبقى وحده قياسها زي محور السينات. لو عايز حاجه في الصادات يبقى وحده قياسها زي محور الصادات. تمام؟ اما لو انت كمان بدات الدنيا هتلاقي عادي الاي بصفر والاي جي هترمي على الاي جي فهو 1 على الاس هي 1 على لا شغل. طب لو انا عايز ارسم علاقه يا الاء ما بين الاي والاي جي. بص على فكره قانون هو كده اللي هو تاني واحد بس واخد الاي جي عن مشترك. يبقى اللي هو القانون ده ان الاي عباره عن اي جي في ار جي على ار اس زائد 1. ساعتها مفيش جزء مقطوع لان ده كله مضروب في الاي جي فهيبدا من الصفر. فساعتها الميل عباره عن ار جي على ار اس زائد 1. ار جي على ار اس زائد 1. وانت عندكم شويه مشاكل في الميل. يا شباب لما تيجي تجيب الميل مثلا بالشكل ده لازم تاخد النقطه دي ناقص النقطه دي على النقطه اللي هنا. ولو في رقم هنا لازم تاخده معاه ولو في رقم هنا لازم تاخده معاه. في ناس بيعملوا طريقه ثانيه يعوضوا في القانون برضه صح، بس ما تنساش وانت بتعوض تقلب بس الار اس عشان دي 1 على يعني لو هنا 5 يبقى انت تعوض 1 على 5. يبقى كده قلنا 1 2 3. بص بقى اللي جايه دي رقم 4. ركز بقى مهم قوي. لو قلت لك ايه؟ اذا جلفانومتر مقاومته كذا تياره كذا خلاص ار جي واي جي. وعند توصيل مجذر التيار اصبح التيار 10 امثال ما كانت عليه. يعني الاي كام اي جي؟ 10 اي جي. زاد التيار الى 3 امثال يعني الاي 3 اي جي. مرة في الجلفانو خمس التيار كل يعني الاي جي 5 ار. واصلا من غير ما تفكر طبيعي مين الاكبر عند؟ الاي ولا الاي جي؟ الاي جي اكبر زي ما انا بوصل ليه؟ انا هوصل ليه الاي جي كبير؟ اي كليه خلاص بالظبط فلازم يقول لك خمس يبقى الاي جي هنا خمس حتى لو انت مش عارف. مثلا ايه؟ الجلفانو متر سحب 30% من التيار يبقى كده اي جي 30% اه. مش يبقى لازم انت طبيعي فاهم ان الاي كبيره والاي جي العكس. طيب خلي بالك بقى زاد التيار بمقدار 3 امثال. يبقى ساعتها لما اجي احط الاي حطها كام يا لا؟ ايوه بالظبط 4 عشان قال لك مقدار ما قالكش ايه دي ايه؟ خدناها بجنب مقاومه. زاد بمقدار 3 زائد 1 مقدار 9 زائد 1 ماشي. طب قال لك ايه بقى بص كده قلت الحساسية إلى التسع إلى الخمس إلى الربع إلى الثلث. من الآخر أول ما أقول لك البنتين دول هتقول له أي بيساوي 9 أي جي أي بيساوي 3 أي جي على حسب قال لك إيه جت منين؟ ما الحساسية أي جي على أي فأي جي على أي بتساوي 9 يبقى الأي ب 9 أي جي. بدل ما تقول إيه حساسية وتطبق أول ما يقول لك 9 أقول 9 بقول لك 8 اكتب أي بيساوي 8 على طول.
فقلت الحساسيه الى 9 يعني اي بتساوي 9 اي جي. ايوه يا مستر بعدين ما انا خلاص جبت المعلومات دي. حلو. تعال ناخد اي واحده من العيار بالنسبه لي. هاخد مثلا الاولى كلهم نفس الفكره. هو عايز ار اس ومال تعالى. ار اس من القانون الاولاني اي جي في ار جي على اي ناقص اي جي. لما الاي نفسها ب 10 اي جي. يا دكتور حبيبي مش مهندس حبيبي 10 اي جي ناقص اي جي. ها؟ كام؟ 10 ناقص 1 9. يبقى والاي جي اللي فوق غير الاي جي اللي تحت. يبقى الار اس بار جي على 9. هديك الخلاصه لو حسيت باي سنس. بس حاجه بص يا باشا هي الخلاصه. لو قال لك اي بتساوي ان اي جي بص بقى ركز يبقى الار اس بار جي على ان ناقص 1. كله سنه وانت تاني. انا خدت الاولى اي بتساوي 10 اي جي فشلت الاي في مكانها 10 اي جي. 10 اي جي ناقص اي جي اداني 9 اي جي. ف9 اي جي الاي جي اللي فوق طالب مع الاي جي اللي تحت يفضل لك ايه؟ 9. فانا حسيت بعلاقه. خد دي العلاقه. لو الاي بتساوي ان 9 10 8 7 يبقى الار اس ار جي على ان اس 1. طب يا مان يبقى الار جي هتساوي بالظبط كده. انت هي اللي بتقول دي الخلاصه على طول. يعني ده كده اذا كان الاي 8 اي جي يبقى ار اس تاني اهو. اذا كان الاي 8 اي جي فان ار اس ار جي سبع الار جي على طول محمد اهي. اذا كان الاي 10 اي جي فان الار جي 9 امثال بقى. انا عايز الار جي عايز الار اس بالعكس. تمام؟ ماشي. دي 10 حته على فكره دي بتطبق. طيب بص بقى يا باشا لا ده صح. تعالى فكره اخيره كده حلوه. دي فكره كام؟ 5. جلفانومتر مقاومته كذا ار جي. المشكله بقى في الحته دي ان هي ليها علاقه بالفصل الاولاني. لو انت شفت الفصل الاولاني تعرف تحل سؤال ممكن تحل كل الفصل الاولاني. لو انت عندك سنس اصلا تلاقي كل ده اصلا فصل اولاني. وفي اخر سنه مش حاسب بتحل ازاي. اهم حاجه طلع نفسك. جلفانومتر مقاومته كذا. بص يا شباب لو قال لك دايره كهربائيه فانت لازم ترسمها عشان تعرف تحل. جلفانومتر مقاومته كذا ماشي. مثلا نقول 5 اهو 5 وتياره كذا 2 من 10 مللي مايكرو امبير او 100 يعني. وصل على التوازي بمقاومه ار اس مش معايا. ثم وصل مع مقاومه على التوالي ار ب 10 اوم. ثم وصل مع بطاريه ارسم لازم ترسم 12 فولت ماشي. 10 اوم 2 من 10 امبير. عايز ايه؟ يحسب التيار كله. انا عايز بس مين يفكر يحلها فصل اولاني الاول. فكر ازاي تحلها فصل اولاني. حلو ها وبعدين هنطرحهم من لا البطاريه لا ها الثانيه بقى وهنروح قاسمين من الار مع خلص كده هو خلاص. هو قال لك ايه؟ الفصل الاولاني اعمل ايه؟ شلت معاك الاي والار دي هضربهم من بعض جبت فرق جهد. طب انا معاك البطاريه كلها لو طرحت البطاريه اللي فرق جهد جبت فرق جهد ده وقسمت فرق الجهد ده على المقاومه جبت فرق الجهد. عايز التيار الكلي ماشي. عايز ار اس وماله هفرع التيار اشتغل على التيار ده معاك الكلي فرعه وجبت التيار اللي تحت. وبعد كده تقسم البي على الار جبت الار اس. البي على الار جبت الار اس. ده فصل اولاني. الفصل الثاني هتعمل نفس الكلام بالظبط بس الخطوه الاخيره هتجيب ار اس مقاومه. ايه ده؟ بدل مش هتفرع بقى التيار لا اطبق ده على طول. هو اصلا انت خدت بالك. تاني انا عايز احلها الفصل الاول. هي تحل اصلا الفصل الاول مع الاخر خالص. هو عايز ار اس وعشان اجيب ار اس لازم اجيب التيار الكلي. حد يقول لك اجيب التيار الكلي طبعا بصمه جايه يقول لك ايه بي على الار توتال. ما معكش اصلا ار توتال ده ما ضبطتي. بس انت معاك المقاومه دي ومعاك التيار ده فلو ضربتهم بعض اديني فرق جهد الحته دي. اطرح منهم البطاريه دي فرق جهد ده مفيش غيرها. اقسم فرق جهدها على مقاومتها الثاني التيار الكلي ومعايا التيار الكلي اروح اجيب ار اس القانون الاولاني او اكمل الفصل الاول بقى افرع التيار ما ده مثلا بقى 5 من 10 6 من 10 يبقى تحت 3 من 10 بس ده فرق جهد على 3 من 10. الاسئله اتحل كده. اسئله الفصل الثاني مشكلتها الوحيده الجزء الاخير انها ليها محتاج جزء الفصل الاولاني اللي انتوا ما شاء الله عليكم كروتوا الواجب يعني. الفصل الاول ماشي محتاج ده تمام. طيب حته كمان حلوه. بصوا هنا جلفانومتر اي جي طياره اي جي وصلت بالمفتاح 2 اوم وصلت بالمقاومه تاني 4 اوم. اول حاجه
مين فيهم هيديني اكبر مدى؟ لو قفلت المفتاحين ولا قفلت المفتاح الاثنين وقفلت مفتاح اربعه؟ انا عايز اكبر مدى يعني اقل مقاومه. مين اقل مقاومه؟ لو قفلت الاثنين عشان دي اقل مقاومه. طب لو عايز اكبر حساسيه يعني اقل مقاومه؟ لا، حساسيه طرد، حساسيه اكبر مقاومه. يبقى كده اربعه بس، اقفل مفتاح الاربعه. فاهمين قصدي ايه؟ ما هو الحساسيه احنا قلنا ايه؟ المقاومه عكس مع التيار وعكس مع الدقه وعكس مع المدى وطرد مع الحساسيه. فالحساسيه اكبر، مقاومه اكبر. لو متلخبط روح وديها على التيار على طول. طيب هو ما اداكش اي جي وار جي، بس اداك التيار اللي هنا، اداك التيار الكلي في حاله غلق ده، واداك التيار الكلي في حاله غلق ده. وهو عايز منك اي جي وار جي. فانت لو خدت بالك هو لو قفلت 2 اوم ار جي واي جي وقفلت 4 هيتغيروا ثابتين لان قيمه الار جي والاي جي ثابته. فانت كده بقى عندك مجهولين في معادلتين والسؤال خلص. ما انت عندك هنا ايه المجهول؟ ما هو مديك اي ومديك ار اس، فاضل لك اي جي وار جي. والحاله الثانيه معاك اي ومعاك ار اس، مجهول لك برضه اي جي وار جي، تعرف تحلها بقى كمان رياضه. دي احنا مفهوم تمام؟ يعني هو ساعات هيديك حاله اولى عشان تروح تجيب منها العناصر الثابته. فاكرين كنت بقول لك في الفصل الاولاني ايه؟ لما بقول لك اذا كان المفتاح مفتوح كان بيديك المعلومه دي ليه؟ بتروح تجيب الفي بي، بتروح تجيب مقاومه داخليه. هو نفس الكلام. ما دام في مفتاحين يبقى كده هو يديك حاله اولى تروح تجيب منها عناصر ثابته، يا اما الاي جي والار جي عشان تنزل تعوض بيها في الحاله الثانيه. فهيديك معلومه. يبقى ده الدور الوحيد الحاله الاولى انك تجيب عناصر ثابته. يعني مش هتحل معاك السؤال بس هي هتفيدك، تديك نقط تحل بيها. فاهمين اللعبه؟ تمام؟ امسح. في الشكل التالي جاب اميتر عادي اهو. ار جي وهنا ار اس. ماشي. وقال لك ايه بقى؟ اذا تم تغيير قيمه مجزء التيار، انا غيرت قيمه الار اس بحيث تزداد حساسيه الجهاز. تزداد حساسيه الجهاز. يا ترى اي النسب التاليه تزداد؟ اي جي على اي اس ولا في جي على في اس ولا ار جي على ار توتال ولا ار جي على ار اس؟ ده السؤال اللي جه السنه اللي فاتت في الهندسه. شفت كل القوانين والهرجه اللي احنا جنب السؤال ده بس اللي مش فاهم قوي واحده. هو معنى الحساسيه جاي زادت. هو انا لسه قايل لك ان العلاقه بالحساسيه هو لسه اكتر، يعني ار اس احسن رقم زاد. حلو. قبل ما تحل السؤال ده نفكر ايه العنصر اللي ثابت ما اتغيرش؟ هي اي جي اتغير؟ في جي ار جي ار جي. تعالى نلعب بقى مع الفرح اللي تحت. هو طيب الفرح اللي تحت ده عشان العناصر دي كلها، عشان النسب دي تزداد لازم المقام يقل عشان المقام عكسي. طيب مش هو ار اس اللي حصل لها يبقى اللي حصل ار اس؟ خلاص انت هكمل ايه خلاص دي واحده ده لسه فرق بقى. اما البصمجه مش عارف حاجه. اولا بص لما ازود ار اس مش دي زادت يبقى النسبه كلها هتقل، فدي غلط. طب ما ار توتال زي الار اس يبقى دي برضه غلط. والفي اس طرد مع الار يبقى دي برضه، ودي اصلا ثابته. طيب يبقى من غير ما حتى لو لغيت اختيارات اختار. ده السؤال اللي جه الاميتر سأله. تمام؟ تعالى نفتح كده كتاب ونشوف. هكذا هكذا طيب يا كلما قلت قيمة مجزء التيار ار اس الحساسية اكتب كده قدامها طردي مع الار اس. طردي مع الار اس. طردي مع الار اس يبقى 156 يبقى الحساسية تقل. طب دقة القياس اكتب دقة القياس عكسي مع الار اس تبقى فاكرها. دقة القياس عكسي مع الار اس يبقى تزداد. المقاومة الكلية طبعا دي طردي مش هتوازن يبقى تقل. مدى قياس التيار طبعا قياس عكسي مع الار اس يبقى تزداد. خلاص يبقى الإجابة تزداد. رقم 6 المكون المسؤول عن تقليل حساسية الجلفانومتر عند استخدامه لقياس التيار المستمر اللي بيتحكم هو بين مجزء التيار اللي هو الانبغي. 7 مجزء التيار الذي يوصل مع الجلفانومتر ذي الملف المتحرك لتحويله الى اميتر. هو انا ازاي بحوله؟ بوصل المقاومه على التوازي. بتعمل ايه؟ بتقلل الحساسيه وتزود التيار.
يبقى دي الاجابه رقم 3. تتناسب زاويه انحراف الماء، طبعا خدنا حسب الحاجات الحسيه سيتا على اي، يبقى تتناسب زاويه التيار دي مع شده التيار. الاجابه رقم 2. يوصل الاميتر في الدائره، خلي بالك بقول لك الاميتر مالكش ار اس، الاميتر كله خدنا مساله اوليه بس على التوالي، مش بقول لك الار اس، قال لك جهاز. ده بقى يفكركم بايه يا روضه؟ لما قلت لك الاميتر لما بتحط في الدايره كانه سلك مش مقاومه، كنا ما كناش قلنا ساعتها ليه؟ عشان مقاومته صغيره جدا، يوم كان مش مقاومه اصلا، عشان كده لما كنت بحط توازي مع مقاومه كان بلغيه عشان مقاومته قد تكون مهمله. طيب رقم 10، اذا كانت المقاومه الكليه للاميتر ار فان مقاومه المجزء، طبعا انتوا عارفين اصلا في الفصل الاولاني المقاومه على التوازي اقل من اقل مقاومه، وممكن اقول لك اكتب كده عندك ار جي اهي، ار جي اكبر من ار اس اكبر من ار دوت، لو عايز تثبتها مع الارقام. ار جي اكبر حاجه، بعد كده ار اس، بعد كده ار دوت. معنى كده المقاومه الكليه متر، المقاومه المجزء هيكون اكبر منه، المجزء اكبر عشان توازي. تمام. عند توصيل ملف جلفانومتر بمجزء مقاومته اقل من مقاومه الملف فانه يمكن قياس التيار طبعا اكبر عشان وصلت مع التوازي. ماشي. هات لي كده 161. انا هحلها كده 161. اهم حاجه طبعا الموضوع صح. يقول لك ايه؟ جلفانومتر مقاومته 54 اوم، اكتب فوقيه ار جي اهي، ار جي 54 اوم. ينحرف مؤشره الى نهايه تدريجه، يبقى ده اي جي، هو لسه ما وصلش، اكتب فوقيه اي جي 1 امبير. يراد تعديله، يبقى كده عايز احوله لقياس تيار شدته 10 امبير، دي الاي كليه. يستوعب كبير 10 امبير. عايز قيمه المجزء، عايز ار اس، القانون الاولاني ار اس بتساوي اي جي في ار جي على اي ناقص اي جي. الاي جي ب1، الار جي ب54، الاي كليه ب10، الاي جي ب1 على حسبه 54 على 9 كام؟ 6. طبعا بنبص على التوازي يبقى الاجابه رقم اي. تمام؟ طيب اللي تحتيها جلفانومتر ملف متحرك لا يتحمل ملفه تيارا اكبر من نص ملي امبير، ده معناها الاي جي، اكتب فيها الاي جي حولها 10 سالب 3. وينحرف مؤشره الى نهايه تدريجه في حاله وجود فرق جهد 400 دي البي جي. طب ما انا خلاص معايا بي جي، معايا اي جي، ممكن اجيب ار جي او ممكن ما اجيبهاش، هي كده كده اي جي ار جي كلها معايا اللي هي بي جي. ماشي. فاذا وصل ملفه بمجزء فان قيمه مجزء التيار الذي يعمل الى تحويله الى اميتر يقيس 500 دي الاي. طبعا خلاص عمود مباشر، خطوه الاولى فوق ار اس، اي جي معاك، ار جي معاك، اي معاك، اي جي معاك، عوض على طول كده. تمام كده؟ ايه اللي شغال؟ لا شغال فوق شغال ده ايه اللي شغال؟ انت كده قبل ما يوصل تياره كذا ومقاومته كذا، ده اي جي ار جي. بعد ما وصلت التيار بيتحول الى اول ومقاومته بحسب المجزء اللي اسمه ار اس. هي حضرتك ايه؟ ماشي بعدين. انا عندي ار جي ماشي، ما هو ده كل اللي بيقيس التدريج دي ار اس اهي الاي اهي، ده بتاع الجهاز كله ده ده الجلفانو. انا حاولت اقيس كل ده بقى كام؟ ده كام ايه؟ اهو. فانت عندك اي جي بنص ملي اللي هي نص في 10 سالب 3، والفي جي عندك ب 4 ملي. عايز تجيب الار جي مش عايز، ما كده كده دي الحصل ده. الاي كلها ب 500 ملي اهي، 500 ب 10 سالب، اهم حاجه الرموز اصلا 500 ب 10 سالب 3. هو عايز ار اس مجزء التيار، يبقى اي جي اهي ار جي. طب ما دي كلها الفي جي اصلا 400 ناقص الاي على اي 500 في 10 سالب 3 ناقص الاي جي اللي هي نص، يطلع معايا 8. يا سعاد ايه اللي مش فاهم؟ انا مش فاهم مش حاجه على ده. قول لا مش فاهم. في خط الاول المعترض مش الار اس بيساوي عندك الار اس بتساوي اي جي، فار جي اللي هي عباره عن بي جي على اي ناقص اي. ايوه خلاص هيطلع معاك 8%. تمام. طيب 35 جلفانومتر ذو ملف متحرك، يبقى عايز اركز زي ما انت نفسك حسب
جلفانومتر ملف متحرك مقاومته يبقى ده عايد على مين؟ ار جي. اكتب في ار جي. يدل القسم الواحد من تدريجه على تيار شدته، ده عايد على جلفان اي جي. فاذا وصل ملف بمجزئ للتيار مقاومته يبقى دي ايه؟ ار اس. ايه نشاط التيار؟ عايز تاكل خط من تاني لا اي يساوي اي جي. ما هو عايز اول حاجه هو حاجه ناحيه ثانيه. انت ضربت في ان هنا وان هنا هي. فاهم قصدي؟ هو عايز قسم واحد هنا وقسم واحد هنا فهي. انت فاهم قصدي؟ يبقى يطلع معاك لو جه عليه. طبعا هو الاسئله كلها يا باشا بتطلع مع بعضها. 36 جلفانومتر ذو ملف متحرك. اقصى زاويه الانحراف اللي هو واضح هي 80 درجه يبقى زاويه سيتا. فاذا مر به تيار 30 ملي امبير كانت زاويه انحرافه 60. ماشي. اول طبعا عايز الحساسيه سيتا على اي. السيتا ب 60 والاي ب 30 باين صح؟ لا 30 صفر. تمام؟ يبقى اقسم 60 على 30 يديك 2 سيتا على اي. خدنا الحسابات اللي فاتت دي. سيتا على 60 على 30. باينه؟ قسم 60 على اي 60 على 30 2. تمام؟ اقصى تيار يتحمله ملف الجلفانو هو عايز اي جي. طب ما هو اداك لسه جايب الحساسيه ومعاك السيتا كلها اللي هي 80. طب ما الحساسيه سيتا على اي جي. الحساسيه سيتا على اي جي. يبقى الاي جي هو عايز الاي جي كلها سيتا على الحساسيه 80 حساسيه ب 2 يبقى 40 ل 400 امبير حوالي. تمام صح؟ الطلب الثالث اقصى تيار يمكن ان يقيسه الجهاز اذا وصل الملف المجزئ للتيار. اقرا بقى كويس. مقاومته واحد من ملفه. يعني الار اس 1 من 100 ار جي اهو. ار اس 1 من 100 ار جي مش 1 من 100 اوم. قال لك ار اس 1 من ملف مقاومه ملف. وعايز الاي بقى اهو. طبق قانون اي بتساوي اي جي اللي هي 4 من 100 في ار جي اللي هي مش معايا على 1 من 100 ار جي. هيطيروا مع بعض زائد ال 400 بس يطلع معاك الاجابه دايما. اللعبه كلها في الحته دي. لو ما خدتش بالك تفتح 100 زي ما بتقراش اسئله مش عارف تجيب الار جي. تمام؟ طيب 37 جلفانومتر مقاومته